اهلا وسهلا بيكم في برنامج كلام في الكورة. مش عايزين ننسى اللايك والسبسكرايب عشان الفيديو الجميل ده يوصل لكل الناس. عايز ابدأ اول حاجة النهاردة نتكلم فيها عن قصة ان فتوح عمل فسخ تعاقد. الكلام ده يا جماعة غير صحيح بالمرة. فتوح ما عملش اي فسخ تعاقد ولا عمل اي حاجة خالص. هي القصة كلها ان فتوح هيجدد وكل حاجة، لكن هو ليه طلبات. ايه هي طلبات فتوح؟ فتوح طالب ان هو المستحقات القديمة توصل له، اللي هي اللي ياخدها ويمضي بقى على الجديد. بس كل شوية اشاعات وده مضى للاهلي. يا جماعة ما ينفعش يمضي لاي نادي، ولا اهلي ولا غير اهلي. لازم الكلام ده لو هيعمله ممكن حقه، بس في يناير مش دلوقتي، لان لو حصل غير كده هيبقى في وقف قيد للاهلي وايقاف مع احمد فتوح. فالكلام ده غير صحيح بالمرة، عشان بس الامور تبقى واضحة. حاجة تانية، طبعا القصة الدايرة اللي هي ما بين شيكابالا ومرتضى منصور. هي القصة كلها يعني طبعا شيكابالا بيمثل جمهور الزمالك، وبيقول يعني بيتكلم بلسان جمهور الزمالك، لان احنا شايفين الدنيا واقفة. يعني احنا خلاص شهر 8 اهو فات منه يعني التلت، يعني باقي 20 يوم. ويعني انت فين الصفقات؟ فين رفع القيد؟ فالناس كلها متضايقة، الناس كلها محتاجة تشوف صفقات. كل الأندية بتعمل صفقات، يعني مش ممكن. يعني انت لازم ترفع القيد، لازم تدفع الغرامات اللي عليك. ومين اللي حط نفسه في الغرامات دي؟ ما هو احنا لازم نخلص. ما حدش بقى يقول لك شويه حجز ومش حجز، يعني هو واقفه على الحجز ده يعني نادي الزمالك ما عندوش غير حساب واحد هو اللي واقف عليه الحجز؟ لا طبعا يا جماعه، مش هينفع بجد والله. احنا كنادي محتاجين لعيبه كتير، محتاجين ناس كتيره. زي ما مدرب اوسيريو طلب قال لك انا محتاج 3 4 لعيبه مع اللي موجودين، فعشان اقدر انافس. الموسم الجاي يا جماعه صعب جدا 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 جدا. يا جماعه انا عايز اقول لكم المرشح رقم 1 بيراميدز، ده رقم 1. عامل كميه لعيبه ومعاه سكواد يكسب بيه اي حد، يكسب بيه اي حد. فانت بتتكلم ان بيراميدز رقم 1 من السكواد، والاهلي رقم 2 بعديه. فيعني انتوا بتتكلموا ايه؟ الزمالك حتى ما يجيش، يعني ما اعتقدش الزمالك يجي يا التالت يا الرابع يعني. ف يعني كمان خدوا بالكم، انت بيراميدز سيبك من الكوكبه اللي موجوده وبن شرقي رايح. لا ده في صفقه جامده كمان ثلاثيه جايه لهم، بوبو ومهند لاشين ومرعي في الدفاع. فانت بتتكلم يعني هيبقى فريق فيه قوه ضاربه. يعني احنا شفنا الاخر ماتش البيراميدز كسب الاهلي 3-0 من غير ولا رمضان صبحي ولا عبد الله السعيد. فيعني انت بتتكلم في ايه؟ ولا حتى علي جبر كان في الدفاع. يعني بتتكلم 3 اساسيين وبتوع منتخب مش موجودين وكسبوا 3-0. ف فخدوا بالكم من فريق بيراميدز. فريق بيراميدز فريق قوي جدا جدا جدا، ومحتاج اللي ينافسه. اللي يقدر ينافسه دلوقتي هو الاهلي، مفيش حد تاني يقدر ياخده ويدي معاه. انت كزمالك لو هتمشي بالنظام ده السنه الجايه من غير تدعيم اي لعيبه، يبقى ربنا يستر كده ان شاء الله. ربنا يستر ان شاء الله ونبقى في منتصف الجدول باذن الله. فلا يا جماعه يعني محتاجين تدعيمات جامده جامده، يعني مهمه جدا. وفي حاجه كمان اهم من ده كله، انت في شهر 9 في بطوله ممكن تتوج ببطوله الكاس. واول ماتش هتلعب بيراميدز كزمالك، هيتلعب بيراميدز اول ماتش. فانت بتتكلم هتلعب بيراميدز اول ماتش، كسبته وتوصل النهائي. طبعا هتلعب الاهلي لان كده كده الاهلي هيكسب انبي، يعني يكسبه بالتليفون، مش حاجه يعني. فانت بتتكلم في شهر 9 هتلعب بيراميدز وهتلعب الاهلي عشان مين ياخد الكاس، يعني ماتشين بكاس. ففين بقى التدعيمات؟ وفين الناس التدعيمات او الفريق اللي جاهز ان هو مؤهل ان يكسب البطوله دي؟ عملنا اداء مشرف وكل حاجه في بطوله عربيه، ولان ده مش الزمالك اللي يعمل اداء مشرف. الزمالك داخل اي بطوله ياخد بطوله. الانديه الكبيره كده. انا مش جاي لو هعمل اداء مشرف يبقى ما اروحش. اللي راح ياخد بطوله ينافس على بطوله ياخد بطوله. فاتمنى التدعيمات مهمه جدا جدا جدا، عشان خاطر اقدر اجاري باقي الفرق، مش انافسها ولا اعلى منها. لان خدوا بالك كمان في لعيبه لو انت بتتفاوض معاها مش هتستناك كل ده. انت القيد يوم 15/9 الساعه 3 العصر
هيقفل. فانت لو يعني مفيش اي حد هيستناك كل ده. انت بتتكلم في خلال شهر القيد هيقفل، شهر و5 ايام بالظبط القيد هيقفل. فاي لعيب حتى لو عايز نفسه يلعب في النادي الزمالك هيسيبك وهيمشي، مش هيستناك كل ده. هيقول لك يا عم انا ايه اللي يخليني اتسحل السحله دي كلها؟ لا، خليني اروح اي نادي تاني العب فيه. وكمان الموسم الجاي يا جماعه موسم طويل جدا، الموسم الجاي موسم طويل جدا. هيبقى في ايقاف للاهلي عشان بطوله الدوري الافريقي، وهيبقى في ايقاف في يناير عشان بطوله افريقيا اللي هتتلعب في ساحل العاج بتاعت المنتخبات، منتخب مصر. ففي ايقافات كتير، وفي تصفيات كاس عالم، وفي كاس عالم للانديه في شهر 12. يعني انت الدوري السنه دي بسم الله ما شاء الله كده مطول معاك، ممكن تقعد سنه. فاكيد احنا مش هنلبس اللعيبه دي لمده سنه، يعني محتاجين ناس معاها تزق معانا. ف فلازم يعني اتخاذ قرارات سريعه، مش هينفع. انا حاسس الدنيا ماشيه يعني ابطأ من السلحفه، وده ما ينفعش. فاتمنى كده ان الدنيا تبقى الامور تبقى كويسه في نادي الزمالك، لان الوضع بقى يعني صعب جدا جدا جدا. يعني زمان كنا يعني حلمنا ان احنا نجيب صفقات، دلوقتي حلمنا نحافظ على اللعيبه، فكده ده ما ينفعش. فاتمنى التوفيق لنادي الزمالك وكل الانديه المصريه، عايز ان شاء الله اشوف الزمالك في احسن حال، وان شاء الله باذن الله التوفيق لكل الانديه المصريه، وان شاء الله باذن الله نشوف دوري قوي جدا جدا السنه الجايه، وهو اصلا هيبقى كده كده دوري قوي السنه الجايه. وبشكركم، اتمنى منكم متنسوش اللايك والسبسكرايب والشير عشان الفيديو ده يوصل لاكتر ناس ممكن. شكرا ليكم، واتمنى ليكم جميعا التوفيق في حياتكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.